بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لايك وكومنت ويلا نبدأ سريعا. واللي مش مشترك معانا بالقناة يشترك. نادي الزمالك وشكوى زيزو. الزمالك حاطط زيزو في دماغه طبعا بعد الشكوى اللي تقدم بها للجنة الانضباط، ولجنة الانضباط ردت على الزمالك قالت احنا مش جهة اختصاص. نادي الزمالك راح للجنة التظلمات علشان ياخد منها رد ويروح على المحكمة الرياضية الدولية اللي هترجعه تاني تقول لك ده شيء داخلي، انت نادي مصري والاتحاد المصري هو المنوط بالمشكله بينك وبين لاعب مصري. الاتحاد المصري والنادي الثاني النادي الاهلي نادي مصري، اذا المنوط بهذا الامر هو الاتحاد المصري لكره القدم اللي قال لك ده ملناش علاقه بهذا الامر. والامر طبيعي جدا، وعقد اللاعب معانا انه ينتهي، والنادي الاهلي من حقه انه يقيد اللاعب والموضوع منتهي. اما فكره بقى عقوبه اللاعب اللي تغاب 25 يوم، فانت عندك لائحه، بناء على اللائحه بتاعتك انت عاقبت اللاعب يعني، فمالكش اي حق. طب السؤال الطبيعي والمنطقي الناس بتسال، هل لجنه الانضباط او لجنه التظلمات هي المنوطه في المشاكل ما بين اللاعب والنادي؟ يعني في مشكله ما بين اللاعب والنادي او النادي واللاعب، يروحوا لجنه الانضباط ولا يروحوا لجنه التظلمات ولا يروحوا لجنه شؤون اللاعبين؟ لجنه شؤون اللاعبين هي المختصه بهذا الامر. طب ليه نادي الزمالك ما راحش يشتكي اللاعب في لجنه شؤون اللاعبين؟ لان لجنه شؤون اللاعبين هتقول لك هاتوا لي العقد بتاع اللاعب، هيبصوا لعقد اللاعب هيلاقي نادي الزمالك مديون للاعب، واذا القرار هيكون في صالح اللاعب ضد نادي الزمالك. في الزمالك بيلف لفه بعيده، وفي الاخر بيتسلوا بيضيعوا في وقته وبيهدروا اموال عامه وفلوس في الكلام الفاضي لمحاوله فقط للانتقام وارضاء جماهير نادي الزمالك. صحيفه ذا جارديان البريطانيه اتكلمت، قالت الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا سيعقد اجتماعات لمناقشه فكره زياده عدد الانديه المشاركه في كاس العالم للانديه 2029 ل 48 فريق اذا نجحت نسخه 2025. تعرفين النسخه الحاليه اللي هتبدا يوم 14 مباراه النادي الاهلي وانتر ميامي 32 فريق، هيزودوا عليهم كمان 16 فريق، ده لو نجحت وان شاء الله تنجح. ومعنى الزياده ان الكوتا بتاعت او عدد الانديه بتاعت كل قاره هتزيد. احنا عندنا 4 انديه ممكن يوصلوا ل5 انديه او 6 انديه في القاره الافريقيه، واذا نادي الزمالك فرصته بتزيد للتواجد في كاس العالم 2029. ده الزملكاويه دلوقتي هيقعدوا يصلوا ويدعوا يا رب نسخه 2025 تنجح، يا رب نسخه 2025 تنجح علشان بس هنا يا حبيبي برضو مرتبط بالنقاط. انت تصنيفك حاليا 7 بعد بيراميدز السادس، اذا لو فضلت على هذا التصنيف لحد 2029 برضو ادمك الابيض ما انتش داخل. لكن هي بشرة خير. هل حضرتك والمسؤولين في نادي الزمالك هيشتغلوا على هذا؟ مش نقول لك حققوا بطوله، حققوا بس مركز، يوصلوا في التصنيف لل5 الاوائل في تصنيف القاره في اخر 5 سنوات بس، مش مطلوب منكم تحققوا اي حاجه. هتقدر هتفلح ولا مش هتفلح؟ وسام ابو علي في طريقه الى امريكا للانضمام لمعسكر النادي الاهلي للمشاركه مع النادي الاهلي قبل انطلاق مباراه النادي الاهلي وانتر ميامي اللي هتكون يوم 14 الساعه 3 فجرا بتوقيت القاهره. طبعا كان في ضربه زعل لوسام ابو علي في مباراه الامس، فلسطين وعمان كانوا كسبانين لحد اخر دقيقه ضربه جزاء في الاونطه. انا شايفها في الاونطه بصراحه، يعني كنت اتمنى منتخب فلسطين يكون موجود في كاس العالم، لكن مع التعادل مع منتخب عمان بيفقد فرصه التاهل والوصول للملحق محاوله للتاهل لكاس العالم 2026. كل التوفيق لوسام، ويعمل بطوله مع النادي الاهلي جيده يعني في كاس العالم. وكتب من خلال حسابه على انستجرام: ثانيه واحده لحظه واحده غيرت كل شيء، لم نكن نقاتل من اجل كره القدم، كنا نقاتل من اجل قضيه، من اجل امه ومن اجل الاطفال. فلسطين حره اليوم وغدا وكل يوم. كنت اتمنى المنتخب الفلسطيني يكون موجود في محفل كبير زي المحفل العالمي بتاع كاس العالم، لكن قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. لكن وسام ابو علي موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وكاس العالم للانديه بيواجه مشكله في الحضور الجماهيري. انا مش عارف ايه التخلف بتاع المسؤولين في الفيفا عشان يلعبوا بطوله كاس العالم سواء للمنتخبات او للانديه في امريكا. يعني امريكا اللعبه الاولى عندها
اللي هي السله، وبعد كده الرجبي اللي هي كره القدم بتاعت الضرب اللي بيكسر. كره القدم مش لعبه الشعبيه الاولى، فبالتالي مش هتلاقي جماهيريه كبيره للعبه. انت عمال تدلل على تذاكر مباريات كاس العالم. الاول قلت والله مش عارف بكام، ب$1000، وبعد كده رجعت لا ب500، وبعد كده رجعت ب 230. النهارده بتقول بتلف على الجامعات، خد تذكره ب20 وخد عليهم 4 تذاكر، يعني تذكره واقفه ب$4. انت رايح مكان مش من هواة ده يا راجل. ده قطر مع احترامنا، مع الرغم ان عدد سكانها قليلين، لكن كان في نجاح ساحق لقطر، مش امريكا اللي هي كل ولايه تعتبر دوله بهذا الفحش. رايح فين يا عم انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه لنادي الزمالك وشيكابالا، نادي الزمالك عايز شيكابالا يعتزل وشيكابالا عايز يكمل. نادي الزمالك محرج يقول لشيكابالا كفايه، لان شيكابالا كمان عقده مستمر الموسم الحالي. كانوا منتظرين من شيكابالا بعد فوزه بكاس مصر على بيراميدز انه يستغل هذه المناسبه وينهي مشواره ببطوله ويقول كفايه، لكن هم هيطقوا من جنابهم وشيكابالا مش مهم. هل شيكابالا هيتنازل عن 15 ولا 20 مليون جنيه يا معلم؟ انت بتهزر. شيكابالا داخل على 40 ومكمل. ده كان كاتب بوست قال لك هندعم السنه الجايه وبنقول نوعد الجماهير. طب كمل لحد ال 45 يا معلم يعني. والزمالك يفقد مكان لاعب، لكن بيقول في حاله غضب من مجلس اداره نادي الزمالك تجاه هذا الامر، لكن مش عاوزين يجبروه، مش عاوزينها تيجي منه هو يعني. نادي الاسماعيلي النهارده 11 يونيو الفيفا بيطلع قرار بايقاف قيد نادي الاسماعيلي، وهذا القرار الجديد بسبب القضيه المرفوعه ضد الثنائي من 2 الثنائي لعيبه كانوا بيلعبوا في نادي الاسماعيلي، فراس شواط وكارميلو. كان في عقوبات، ونادي الاسماعيلي لم يدفع المستحقات للاثنين لعيبه. الفيفا اعتبر هذا الامر تجاهل من نادي الاسماعيلي، وبالتالي طلع هذه العقوبه عقوبه تأديبيه على نادي الاسماعيلي. حتى لو سددت لفراس شواط وكارميلو العقوبه ساريه الى حين حضرتك تطعى او تقدم زي ما بيقولوا كده توقف تنفيذ العقوبه او تتظلم على تنفيذ العقوبه، والكاس هي اللي تقرر سواء تقبل او ترفض. شوفوا وصلتوا الاسماعيلي لحد فين. بيراميدز بيخطف صداره الانديه العربيه والافريقيه من النادي الاهلي بعد تتويجه بطلا للقاره الافريقيه، بطل دوري ابطال افريقيا. بيحتل المركز 51 على ترتيب الانديه على مستوى العالم. الاهلي في المركز 53. لاول مره النادي الاهلي يفقد هذا المركز. النادي الاهلي بيأيد مصطفى العش في القائمه المحليه بعد فتح باب القيد محليا من اليوم 11 يونيو. طبعا كان موجود معانا كعقد اعاره. النادي الاهلي حول الاعاره لشراء، اشترى اللاعب ب 60 مليون جنيه، منهم ال6 شهور اللي خدهم من اللي كان متواجد في اخر 6 شهور اللي انتقل فيهم اللاعب النادي الاهلي على سبيل الاعاره. من ضمن قيمه 60 مليون ال6 شهور كمان في 15 مليون جنيه لصالح نادي زد امتيازات لو خد مع النادي الاهلي بطوله كذا، لو شارك كذا وسجل اهداف كذا وهكذا يعني. اذا اجمالي الصفقه نقول 75 مليون جنيه. كل التوفيق للنادي الاهلي. حسام البدري ورفاقه هذه خشبه الجهاز الفني واللعيبه لنادي اهلي طرابلس الليبي بيتعرضوا لاعتداء من جماهير نادي السويحيلي الليبي، ونادي السويحيلي الليبي بيطالب بفتح تحقيق بهذا الامر من قبل المسؤولين، وطلعوا بيان رسمي على فيسبوك. المدير الاعلامي لنادي اهلي طرابلس الحمد لله على سلام جميع افراد بعثه النادي الاهلي بعد الاحداث التي رافقت مباراه اليوم. الاهلي كالعاده بشخصيه الكبار والروح القتاليه عارف كيف يتعامل. المهم يعني قبل قليل فقط غادر الفريق غرفه تبديل الملابس بعد اكثر من 2.5 ساعات. الفريق والجهاز الفني والاداريين تعرضوا لاعتداء فور اطلاق الحكم صافره النهايه ومطارده كل من ينتمي لبعثه الفريق حتى داخل غرف تبديل الملابس، في مشهد عدواني صريح من فئه سمح لها فجاه وبشكل غريب بالوقوف على خط التماس في الدقائق الاخيره. اللعب هناك للامانه ما بقاش امان يعني، ربنا يسترها على كل اللي بيلعبوا هناك يعني سواء مصريين او غير مصريين. النادي الاهلي وازمه رضا سليم عايز يتباع نهائي. النادي الاهلي بيدفع لرضا سليم ما يقرب من $650,000 في الموسم. عنده عروض من انديه في مصر زي سيراميكا وزي زد وغيرهم، لكن سيراميكا وزد مش هيدفعوا $650,000 للاعب. النادي الاهلي بيحاول يقنع اللاعب انه يخفض الراتب بتاعه للخروج على سبيل الاعاره علشان يشارك ويرجع مره اخرى لو حالته الفنيه اتحسنت، يرجع مره اخرى للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن رب العالمين. كنت اتكلمت مع حضراتكم بالامس حول رغبه النادي الاهلي في التعاقد مع اسامه فيصل،
وكان في كلام كتير على ان النادي الاهلي اقترب من ضم مصطفى محمد، وصفقه مصطفى محمد اقتربت. لو سالتني عن رايي بقول مره ثانيه وثالثه و10 ومليون مصطفى محمد ما يناسبناش ومش شكلنا. اسامه فيصل شايفه مع الوقت هيبقى احسن من مصطفى محمد، الى جانب مصطفى محمد هيجيب مبلغ كبير وهياخد راتب كبير يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم البنك الاهلي كان قالك مفيش اي تواصل حتى هذه اللحظه، ومنتظرين واحنا تحت امر النادي الاهلي. لو الاهلي تواصل بعد كاس العالم للانديه ما عندناش مشكله، هنبص في العرض بتاع النادي الاهلي. بعض الانباء من داخل النادي الاهلي بتقول ان النادي الاهلي تواصل مع الاداره التنفيذيه لنادي البنك الاهلي لمعرفه مطالب النادي لضم الثنائي محمود الجزار واسامه فيصل او احد الثنائي، كل واحد لوحده عايزين في ده كام وده كام. لاعب نادي بالميراس فلاكو لوبيز، لاعب بالميراس البرازيلي، في تصريحات تلفزيونيه قال لك انا ما بتابعش كره القدم العربيه، لكن عارف ان النادي الاهلي فريق كبير وعظيم، والمباراه امام النادي الاهلي هتكون صعبه والتنافسيه بشكل كبير. واجهنا الاهلي مرتين، فزنا مباراه والاهلي فاز مباراه. الاهلي مستعد لنا بشكل جيد واحنا كمان مستعدين ليه للنادي الاهلي، واتمنى اننا نلعب مباراه مميزه. قال لك الكثير من الاشياء تحدث في كره القدم خاصه في مثل هذه البطولات، المستويات اصبحت متقاربه وهنبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز امام النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يفوز باذن رب العالمين. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.